كانت هناك امرأة تبلغ من العمر 35 عام، متزوجة من أحد الأشخاص، وكانت حياتها عادية جدا ولا يوجد ما تشتكي منه. وفي أحد الأيام ذهبت مع زوجها لتناول الطعام في أحد المطاعم، وكان المطعم يقدم الأطعمة اليابانية مثل السوشي وغيرها. وبالرغم من زوجها لا يحب تلك الأنواع من الأطعمة وطلب منها ألا تتناولها، لكنها من النوع الذي يحب أن يجرب الأشياء الجديدة والغريبة، وتناولت الطعام وبعد ذلك ذهبوا إلى المنزل. وفي الليل استيقظت من ألم شديد في معدتها، ألم لم تكن تستطيع أن تتحمله. في البداية توقعت أن يكون الألم نتيجة الطعام الذي تناولته، واعتقدت أنه سوف يهدأ بعد قليل، وتناولت بعض الأعشاب التي تعمل على التخلص من الألم، لكن كل ذلك كان دون جدوى. وهنا قرر الزوج أن يذهب بزوجته للمشفى لأنها أصبحت في حالة مرضية صعبة جدا ولا يعلم ما بها، وبالفعل ذهب معها إلى المستشفى. وفي البداية لم يستطيع الأطباء تحديد الحالة، وظلت الزوجة تصرخ من شدة الألم، وتم إجراء الأشعة لها، وشاهد الأطباء أن هناك شيء يتحرك في المعدة بشكل غريب، فهي ليست حامل ولا أحد يعلم ما هذا. وبعد قليل توقف قلب المرأة، وهنا تدخل الأطباء بسرعة لإجراء جراحة لها لمعرفة ما يوجد في بطنها. وهنا كانت الصدمة، هذه المرأة المسكينة كان يوجد بداخلها أفعى، مما أصاب الجميع بصدمة. كيف دخلت إلى هناك؟ الممرضات أصابهم الرعب، والأطباء لم يعرفوا كيف يتعاملوا مع هذا الموقف. تلك المرأة المسكينة كيف تحملت كل هذا؟ لكن يبدو التفسير المنطقي أن تلك المرأة تناولت بيض للأفعى دون أن تدرك ذلك، وظلت تكبر وتتغذى بداخلها حتى كبرت، ولولا تدخل الأطباء في الوقت المناسب كانت قد توفيت، وهي الآن تتعافى بشكل بطيء جدا. وقال الدكتور داميان بريز، وهو أحد الأطباء الذين أجروا لها العملية: لقد كان شيئا يبدو كأنه من أحد مشاهد أفلام الرعب. كانت الأفعى بيضاء اللون مخططة بدوائر غامقة، وكان فمها كبير، وكانت تصدر صوت يشبه صوت إبريق البخار. واعتقدت أن الأفعى كانت بحالة غضب لأننا أخرجناها من مكانها السري، واعتقد أن الأفعى كانت تعيش في مصران باتريسيا الغليظ وتتغذى على الطعام الذي يمر من خلال جهازها. بس كده، إلى هنا تكون قصتنا انتهت. ولو عجبتك القصة أتمنى أنك تدعمني بلايك واشتراك القناة. أشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.